هو ايه الاداء الحلو ده يا اهلي؟ رسميا الاهلي بطل السوبر المصري ويقسو على الزمالك بالفوز 2-0 في السوبر المصري. اداء من الاهلي ولا اروع، فريق ولا اروع. النهارده الاهلي كان في مستوى حلو قوي قوي قوي. فعلا فريق النهارده كان حلو جدا، هجوميا دفاعيا كانت كل حاجه مميزه، والاهلي يستحق الفوز بالسوبر المصري 2-0 على الزمالك في الامارات. طيب النهارده لازم نشكر كذا لاعب، لازم نشكر اهم لاعب وهو مروان عطيه. مروان العطيه النهارده اللي كان متالق، مروان عطيه النهارده اللي في نظري من افضل ماتشاته مع الاهلي، وخط وسط جبار هو وديانج. لازم نشكر برضو قدام زيزو وبن شرقي، زيزو وبن شرقي والثنائيه والجون الولا اروع، ومروان عطيه يعود ويسجل الثاني بجون رائع برضو. فرسميا الاهلي يفوز بالسوبر 2-0 على الزمالك. فوز ولا اروع، اداء ولا اروع. كنتوا رجاله واداء حلو قوي من الاهلي. مبروك لكل الاهلاويه، مبروك لينا السوبر المصري، وننتظر المزيد من الاهلي في مستوى جيد جدا. ده كان ماتش الاهلي والزمالك اللي انتهى بفوز الاهلي 2-0، ورسميا يصبح بطل السوبر المصري. لو عجبك الفيديو اخبط اللايك والفولو كالعاده. وده كان رأي كورة معايا انا يوسف، انتظرني في فيديوهات تانية، وسلام.